أنانية بنزيما تضيع 3 نقاط ثمينة من الاتحاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هارد لكم يا اتحادية. كونسيساو مدرب الاتحاد سئل في مؤتمر صحفي بعد المباراة حول تسديد بنزيما لضربة الجزاء في مباراة الفيحاء. رد قائل، قال لهم في كل فريق يوجد 3 لاعبين لتسديد البلنتيات والضربات الثابتة، ووقت حدوث بلنتي أو ضربة ثابتة أو كرة ثابتة يتشاورون اللاعبين ويختارون واحد منهم ليسدد، وتم اختيار بنزيما، وللأسف أضاع ضربة الجزاء وسبب لنا خيبة أمل. رأيكم في رد كونسيساو حول هذه النقطة؟ يعني عندك صالح الشهري ممتاز في ضربات الجزاء، عندك برجوين ممتاز أيضا في ضربات الجزاء، مع العلم أنه شات أكثر من 10 ضربات جزاء مع الاتحاد وكلها أحرزها بيرجوين. وعندك أيضا فابينهو دقة ضربات الجزاء عالية جدا. لماذا يا سيد كونسيساو لم تعين أحدهم يكون ثابت؟ يعني بنزيما لا يسدد لا ينفذ ضربات الجزاء بأمر منك، وانتهى الموضوع. رأيكم حول هذه النقطة؟ تفكير سريع للمباراة القادمة للاتحاد. طبعا تعادل مع الفيحاء للأسف، وعنده بعد 3 أيام مباراة مع الشرطة العراقي في بغداد، ويعود إلى جدة للعب مع الهلال في دوري روشن، وأخيرا في نهاية هذا الشهر يعني بعد أقل من 10 أيام مع النصر في كأس دوري خادم الحرمين الشريفين. توقعاتكم لمباريات الاتحاد القادمة؟ النتائج ايش حتكون؟ في التعليقات. عاشق اتحادي يبدي برأيه ويقول لك بالنسبة لي أهم شيء يركز عليه المدرب بطولة النخبة زائد كأس الملك، الشرطة العراقي والنصر كأس الملك. أما الباقي تقدر تعوض نتيجة اليوم، فيها مكاسب وفيها أخطاء، يا ليت نشوف مع دانيلو شراحيلي أو كادش. أهم شيء تركيز على الشرطة العراقي وبعدها النصر كأس الملك. رأيكم في رأي هذا العاشق الاتحادي في التعليقات، هل هو صحيح أم خاطئ؟ ظهر على الشاشة أبرز الأخطاء التحكيمية في مباراة الاتحاد والفيحاء. يقول لك المستشار التحكيمي محمد فودة في الدقيقة 20 من المباراة كان على الحكم طرد لاعب الفيحاء بالبطاقة الحمراء. وشوف الصورة واضحة مرة، يعني وضوح الشمس، يعني لا أعلم أين الفار من هذه اللقطة. يعني دعس واضح على قدم لاعب الاتحاد من لاعب الفيحاء. في التعليق شاركونا، هل فعلا يستحق بطاقة حمراء لاعب الفيحاء؟ أما في الدقيقة 66 يقول لك ركلة جزاء للاتحاد لم تحتسب، معاذ فقيهي تم دفعه من حارس مرمى الفيحاء داخل منطقة ضربة الجزاء للأسف. وصورة أيضا شوفوها تقريبا، يعني الكل متذكر هذه اللقطة في المباراة. تعليقاتكم على هذه الأخطاء التحكيمية في التعليقات. أما الدقيقة 83 يقول لك ركلة جزاء صحيحة للاتحاد، وللأسف بنزيما أضاعها وأضاع 3 نقاط للاتحاد. تعليقاتكم حول هذه الأخطاء التحكيمية، وهل فعلا أثرت في نتيجة المباراة أم ليس لها تأثير؟ الخبر السار للاتحادية، صراحة المدرب يعني عرف فين الضعف في الاتحاد وسيعمل على ذلك. يقول لك كونسيساو الاتحاد بطل الدوري والكأس الموسم الماضي، وهذا يعني وجود خامة مميزة من اللاعبين، وما نحتاجه هو قوة القلب. يعني هو فعلا لاحظ، لأنه ما شاء الله قرأته كثير المباراة، حركته كثير المباراة، شاف أنه اللاعبين متخاذلين بمعنى الكلمة، بالذات الشوط الأول لاعبين بالعامية يسحبون رجولهم ويعني مو مهتمين في الفريق. أقرب مثال يعني عندك دانيلو، شوف كيف دانيلو يحرث لك الملعب حرث، يبغى الكل مثل دانيلو ما شاء الله عليه. يعني أقرب مثال كمان آخر، أخرج لك كانتي، لأنه شاف كانتي ما عنده ذيك القتالية، ما عنده ذيك الروح القوية التي يتمتع بها كانتي، عشان كذا كانتي مستوى نازل، لا يقاتل كما أتى أول مرة في الاتحاد. هذه علة كانتي وعلة كل الاتحاد، علة ديابي، علة برجوين، علة خط المنتصف فابينهو. الكل عنده روح النظامية، ما في جرينتا، ما في حماس، فريق ما عنده طاقة. فاستشعر هذا الشيء كونسيساو وقال قوة القلب هو أهم شيء، وهو ما نفتقده. رأيكم في هذه النقطة؟ هل ربما يكون محق هذا المدرب؟ وخصوصا الشوط الثاني شفنا الحياة عادت من بعد الدقيقة 70 للاتحاد، لما تحرك الكل وقاتل الكل وكادوا أن يفوزون
يعني قدر الله وما شاء فعل. أضاف كونسيساو في هذا المؤتمر أيضا، يقول لك بمستوى الاتحاد اليوم سوف نعاني ونحتاج إلى عمل كبير خلال الفترة المقبلة. حط خطين عزيز المتابع الاتحادي على الفترة المقبلة، يعني حتشوف عقوبات، حتشوف تأديب في الفريق، لأنه لن يمر مرور الكرام ما حدث في مباراة اليوم من تساهل وتخاذل في الشوط الأول بالذات. نتكلم عن الشوط الأول وكان مربط الفرس في هذه المباراة. طبعا أحد أخطاء كونسيساو في هذه المباراة لا أسميها أخطاء، وربما هو حاول إيجاد توليفة أو تجريب بعض العناصر حتى يتأكد بنفسه وليس بنصيحة من فلان وعلان. طبعا أشرك لك سعد الموسى وأشرك لك فهد الغامدي، الاثنين صراحة خذلوه، لم يكونوا في المستوى، لم ينفذوا المطلوب، لم يضيفوا الإضافة للاتحاد. سعد الموسى تسبب في الهدف الأول، يعني صراحة تغطية كانت سيئة من سعد الموسى كلنا شفناه، بينما فهد الغامدي أربك المنتصف الاتحادي، الوسط الاتحادي الضعيف، باستهتار كانتي، بنزول مستوى كانتي. لا أدري ماذا حدث لهذا الكانتي. وأيضا فابينهو صراحة العامل اللايقي لهذا اللاعب سيء، لاعب جيد أعتبره صراحة، يعني لا نكون جاحدين، لكن لايقيا منتهي فابينهو. طيب إيش سوى كونسيساو في هذه المباراة؟ قراءة ممتازة تبارك الله، يعني تصحيح الأخطاء، تعديل الأوتار بسرعة. الشوط الثاني أول ما بدأ على طول غير لك سعد الموسى، غير لك فهد الغامدي. ايضا المستشار عبد الله فلاتة يشاركني الراي انه اشراك احمد الغامدي صراحه كان منعرج المباراه، يعني تغيير صراحه موفق، انعش الجهه اليسرى، الجناح الايسر في الاتحاد صراحه اكثر فاعليه مع وجود احمد الغامدي. تسبب في هدف الاول، يعني سجل الهدف الاول اول ما نزل سبحان الله. وهذا اللاعب يقول، يعني يحكي قصته مع لوران بلان، يقول ظلمني وسنه كامله ما اشارك مع الاتحاد ولم تهتز الثقه، والحمد لله صبرت ونلت الحمد لله خير بهذا الصبر وحصلت على أفضل لاعب في المباراة. كذلك تسبب في ضربة جزاء، لاعب يعني صراحة جوهرة مدفونة في الاتحاد، كان ما أدري لوران بلان يعني كان أعمى ما يشوف هذا اللاعب والله كيف. وأيضا يقول لك عبد الله فلاتة أجزم أن بعض الأسماء لن نراها في الاتحاد بعد ذلك في قادم الأيام، وأكبر دليل إخراج كانتي، يعني كان لو أخرج بنزيما كان حيكون أكثر جرأة، لكن لا يريد صدامات منذ البداية. عفوا كونسيساو، رأيكم في هذه النقاط؟ رجع لك فابينو، هذا تحسب لكونسيساو، عدل الأوتار صراحة، يعني حط لك فابينو كقلب دفاع مع دانيلو وفي انسجام بينهم. وأيضا أدخل لك محمد دومبيا على طول في المنتصف، أعطى حيوية، حرك المنتصف، التمريرات كثيرة ما شاء الله. يعني تخيل هذا اللاعب في الشوط الثاني يعني دخل شوط واحد وعندك فابينو وكانتي بالإضافة إلى فهد الغامدي، الثلاثة 6 تمريرات ناجحة، بينما الثلاثة لاحظ أنا أقول لك مو كل واحد، كلهم مجموعة يعني في المباراة كاملة 6 تمريرات، بينما محمد دومبيا تبارك الله 8 تمريرات ناجحة، بالإضافة إلى حركته كالنحلة يمين يسار في المنتصف، يقطع كرات، يلتحم مع هذا وذاك. يعني صراحة اللاعب مع رتم المباريات مع المشاركات الكثيرة ربنا يحميه من الإصابة، حنشوف واحد مبدع في منتصف الملعب وقادر بإذن الله إلى إعطاء الإضافة القوية، بشرط يعني تحسين مستوى كانتي أو فابينو مع بعض، أو إيجاد بديل ناجح في خط المنتصف. اما نشوف الاجنحه، ايش سوت الاجنحه حق الاتحاد اليوم؟ طبعا ديابي لاول مره اشوف ديابي يرجع يغطي، يرجع يعني سوى مجهود صراحه هذا اللاعب، لكن ليس ذاك المجهود المطلوب. اتوقع مع قادم الايام، مع العقوبات، مع التاديب، مع كثره التمرينات عفوا، مع اشياء كثيره يمكن يعملها كونسيساو مع ديابي ومع بيرجوين ايضا. يعني صراحه بيرجوين اصلمني في هذه المباراه، ما في حركه كثيره لهذا اللاعب، ما في محاولات، يعني حتى عرضيات من بيرجوين ما شفناها هذه الليله. اما بالنسبه لبنزيما صراحه صدمه كبرى. يقول لك حساب على سعيد، يقول لك انه يمر
بحاله نفسيه. عفوا، عبد الله فلات اللي قال ذلك. اللاعب يمر بحاله نفسيه ولازم يطلع منها، وربما نشوف عوده بنزيما قريبا. صحيح انه ضيع ضربه جزاء يعني محققه للاسف. تعليقاتكم حول هذه المباراه وحول تغييرات كونسيساو، هل كانت ايجابيه؟ هل هذا الرجل فعلا يعني عمل جيدا في هذه المباراه؟ انا عن نفسي صراحه اعطيه 8 من 10. إلى الآن الرجل يحتاج الانسجام أكثر، التعرف على العناصر أكثر، ربما عودة بعض المصابين مثل عبد الرحمن العبود، مثل عوار، مثل ميتاي، ربما يعني بيتحسن مستوى الاتحاد. في التعليقات إيش هي أبرز النقاط في هذه المباراة؟ ولا تنسونا من الاشتراك ودعم القناة.